اسم الله المفرد هل يجوز الذكر به؟ فنمسك السبحة ونقول الله 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 الله، ولا ما ينفعش؟ فإذا أردنا أن نعرف حكما ذهبنا إلى الكتاب والسنة. قال تعالى واذكر اسم ربك. ايه اسم ربك بقى؟ الله نذكر ازاي؟ الله يقول اذكر اسم ربك. لا قال لي سبح لان سبح سبحان الله، ولا قال لي احمد لان احمد الحمد لله، ولا قال لي كبر لانه كبر الله اكبر، ولا قال لي لبي لانه لبى اللهم لبيك اللهم لبيك، ولا قال لي وحد والا كان يبقى لا اله الا هو والا الله، ولا قال لي ده بيقول اذكر اسم ربك. طب اقول ايه؟ طب طبق. طيب يلا طب اذكر اسم ربك. طيب طب انا القرآن كده اذكر اسم ربك هتقول ايه؟ طب اديني قلت قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. لا تقوم القيامة إلا على لكع ابن لكع حيث لا يقال في الأرض الله الله، هكذا في الحديث. يبقى إذن الله الله كانت بتتقال ولا ما كانتش بتتقال كما أخبر سيدنا رسول الله؟ كانت بتتقال. وجودها بركة ولا انتهائها هو اللي بركة؟ وجودها هو اللي بركة، لأنه دي القيامة لا تقام إلا على لكع ابن لكع، واللكع ابن لكع ده يعرف يذكر الله؟ ما يعرفش لأنه لكع. طب امال اللي ما كانش لكع ولا كان أبوه لكع وكان بيقول الله؟ طيب وهل تعرف الصحابة ذلك؟ ما هو أصل بلوى. سيدنا بلال وهو بيتضرب كان بيقول ايه؟ مفرد ده ولا جمع؟ كان بيقول يا احد؟ كان بيقول احد انت يا ربي؟ ولا كان يقول احد 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 مدة عذابه؟ كان بيذكر ده ولا كان آثما مخالفا للسنة مخالفا للكتاب مخالفا لمعقول العقلاء؟